عمرك شفتي شي انسانه كتعطي من قلبها، كدير كل ما في جهدها باش الناس اللي حولها يكونوا فرحانين، ولكن هي في الاخر كتبقى اكثر وحده متألمه. يمكن هذا المشهد كيتكرر كل نهار، وحده كتسهر على دارها، وحده كتوقف مع صحابها، وحده كتعاون عائلتها، وحده كتعطي من وقتها ومن راحتها وحتى من نفسها، وفي داخلها كتقول اكيد غادي يجي نهار ويحسوا بيا. ولكن كيدوز الوقت وكتبقى كتسنى كلمه زوينه، كتسنى اهتمام، كتسنى غير احساس بسيط بانها ماشي منسيه. وملي ما كتلقاش هذا الشيء كتبدا تسول راسها، واش انا ما عنديش قيمه؟ وهنا كيبدا اكبر غلط، حيت بزاف ديال الناس كيربطوا قيمتهم بردة الفعل ديال الناس. الا مدحوهم كيفرحوا، الا تجاهلوهم كيطيحوا، الا شكروهم كيحسوا انهم داروا شي حاجه، وإلا ما شكروهمش كيبدا الشك يدخل لقلوبهم. ولكن عمرنا وقفنا وسولنا راسنا سؤال بسيط: علاش نخليو ساعتنا مربوطة بشي حاجة ماشي بيدينا؟ الناس طبائع، كاين اللي كيعبر، كاين اللي كيحبك وما كيعرفش يقولها، وكاين اللي غارق في مشاكله لدرجة ما كينتبهش للمجهود اللي كدير. واش هاد الشي مزيان؟ اكيد لا. ولكن واش خاص حياتك كلها توقف عليه؟ حتى هي لا. واحد المره قريت فكره بقات معايا بزاف، كتقول الا بقيتي كتسنى الناس يعطيوك قيمتك عمرك ما غادي تحس بالاكتفاء. واش فكرتي فيها؟ لقيتيها صحيحه؟ حيت الانسان اللي كل مره كيقلب على التقدير كيبقى عطشان، كل ما خدا كلمه زوينه كيبغي اكثر، وكل ما خداش كيحس بالنقص. الحل ماشي انك توقف تعاون الناس ولا تولي قاسي ولا تقول ما بقى يهمني حتى واحد، لا. الحل هو تبدل النية ديالك، دير الخير حيت هذا الخير كيشبه ليك، ساعد حيت هذه اخلاقك، اعطي حيت قلبك بغى يعطي، ماشي حيت كتسنى شي مقابل. حيت الا وليتي كتسنى التقدير من كل واحد غادي تعيش حياتك كلها كتقلب على حاجه يمكن ما تجيش. اما الا عرفتي ان قيمتك ما كتزيدهاش كلمه وما كتنقصهاش كلمه غادي ترتاح. شي حاجه اخرى خصنا نتفكروها: الناس ما كيشوفوش كل شيء، كاين مجهودات ما كيعرفها غير الله، وكاين دموع ما شافها حتى واحد، كاين الخير داروا الناس وما سمعوا حتى شكرا. ولكن واش ضاع؟ لا، حيت اللي عند الله ما كيضيعش. يمكن احسن حاجه يديرها الانسان مع راسو هي انه ما يخليش مفتاح سعادته في جيب شي واحد اخر. اليوم يمدحوك غدا ينساوك، اليوم يقدروك غدا ينشغلوا عليك. اما الا كانت راحتك طالعه من داخلك ومن رضاك على نفسك راه غادي تعيش مرتاح اكثر. شوفي معايا، الا كان عندك ورده في الدار كل نهار كتمشي تسقيها، واحد النهار جا شي واحد وقال لك ماشي زوينه، واش غادي تحيديها؟ طبعا لا، حيت انت عارفه قيمتها. نفس الحاجه بالنسبه للانسان، الا عرفتي قيمتك كلام الناس ما غاديش يزيدك وما غاديش ينقصك. كاين فرق كبير بين انسان كيبغي التقدير وبين انسان محتاج التقدير. الاول عادي، اي واحد كيبغي يسمع كلمه زوينه، اما الثاني كيولي ما كيقدرش يفرح الا عطاوه الناس الاذن يفرح. وهنا خاصنا نوقفوا ونسولوا راسنا: واش فعلا حياتي مربوطه بكلام الناس ولا انا اللي عطيتهم هاد السلطه؟ تعلمي فرحي باي حاجه زوينه درتيها حتى الا ما شافها حتى واحد. الا عاونتي شي واحد قولي الحمد لله، الا تعبتي على ولادك قولي الحمد لله، الا حاولتي تكوني انسانه مزيانه راه الله كيشوف، وهذا يكفي. حيت بعض المرات احسن تقدير كيحتاجو القلب ما كيجيش من الناس، كيجي من الاحساس انك نعستي مرتاح وضميرك مرتاح. الا خرجتي اليوم غير بهاد الفكره راه كافيه، دير الخير لانه الخير،
حب راسك لأنها أمانة، وما تخليش سعادتك معلقة بكلمة يقدر يقولها إنسان أو ما يقدرش يقولها. الله يجعل قلوبنا معلقة بالله أكثر من تعلقها بكلام الناس، ويرزقنا راحة ما تهز لا كلمة زوينة ولا كلمة خايبة.